بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم في ملعب السير، وتحياتي لكل المتابعين وكل جماهير الكره المصريه. النهارده حلقتنا هتكون متميزه جدا. هنتكلم النهارده في نقطتين مهمين جدا. النقطه الاولى رساله لاتحاد الكره المصري، ورساله للاعبنا العالمي محمد صلاح، ورساله للكابتن حازم امام. وايضا هنتكلم عن تحليل مباراه منتخب مصر والكونغو الديمقراطيه في دور 16 اللي ان شاء الله باذن الله تكون مباراه انتصار وتكون مباراه فرحه لكل جماهير الشعب المصري. خلاص دخلنا ادوار الاقصائيه. بالنسبه طبعا اللي مش متابعين قوي في كره القدم وخاصه العنصر النسائي دور ال 16 احنا كلنا اعصابنا تعبانه. مش مكسوفين من نفسيكم؟ الهانم جايبه لي مقبول بالعافيه وحضرتك صاعد في ماده، وابوك اللي كنت مستعارين منه طلع بامتياز. يعني الحمد لله طلعنا بامتياز ب3 نقط وكنا المركز الثاني، ولكن طبعا الاداء ما كانش يرتقي للي منتظره كل جماهير الشعب المصري. ولكن في النهايه بنقول مبروك للمنتخب المصري الصعود لدور ال 16. عندنا مباراه مهمه جدا امام فريق الكونغو الديمقراطيه. هنتكلم عن تحليل المباراه وعندنا معلومات وعندنا احصائيات مفاجاه لحضراتكم، واعتقد هتكون متميزه جدا. ومهم جدا جدا ان حضراتكم تتابعونا في حلقه النهارده، وزي ما عودناكم دايما المتعه والاثاره والتفوق والرياده معانا دايما في ملعب السير. خلونا في البدايه نبتدي برساله للاعبنا الدولي محمد صلاح. طبعا محمد صلاح اي شخص ايا كان موقعه ينتقص من قدر محمد صلاح كنجم عالمي او تاريخه الحقيقه مع فريق ليفربول، ايضا احصائياته مع الفريق المصري. اعتقد ان احنا يعني مش هنكون منصفين بالقدر الكافي. طبعا علينا بعض التحفظات لمحمد صلاح، وخاصه في الموقف الاخير، خاصه بعد الاصابه يمكن كان مهم جدا. ودي رسالتنا لمحمد صلاح، مفيش ادنى مشكله ان انت تكون مصاب، ولكن تقررت وطلع تصريحات ان محمد صلاح هيسافر قبل المباراه. طبعا ده اول خطا من وجهه نظري، مع كل الاحترام والتقدير للاعبنا محمد صلاح. مهم جدا واحنا بننتقد، وده اللي احنا عايزين نوصله لكل جماهير المصريه وكل الناس المسؤوله عن صفحات السوشيال ميديا او في جميع وسائل الاعلام. مهم جدا واحنا بننتقد اي شخص ان احنا نديله قدره ونديله مكانته، ما ننتقصش منه. علينا تحفظات في موقف معين، ولكن مهم جدا واحنا بنوصل رسالتنا نوصلها بكل ادب وبكل احترام وبكل تقدير لنجم كبير جدا وعالمي زي محمد صلاح. في نقطتين فيهم تحفظ. النقطه الاولى طلع تصريحات ان محمد صلاح هيسافر قبل مباراه الراس الاخضر. كان مهم جدا طالما خدت قرار ان انت تكمل وتسافر. كون ان انت رجعت في قرارك وحضرت بعد المباراه مفيش ادنى مشكله، وده دليل ان محمد صلاح بيتاثر بالجمهور، خاصه نجم عالمي زي ده كان ممكن ان هو ما يعملش حاجه زي كده. دي نقطه شويه يمكن حتى لو فيها تحفظ ولكن ايجابيه، ان هو يعني الجمهور ليه تاثير عليه. ده دليل ان محمد صلاح الشعب المصري بالنسبه له ليه اعتبار كبير جدا في قراراته، وده مهم جدا. ولكن فكره التردد لا غلط. دي اول نقطه. النقطه الثانيه توقيت القرار. ما كانش ينفع حتى ولو انت تقدر تسافر ان انت تطلع تصريح ده قبل مباراه الراس الاخضر، فطبعا ده كان هيبقى تاثيره النفسي سيء جدا وخاصه على اللعيبه. ولكن الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا ان احنا نصعد لدور ال 16. دي مواقف صعبه جدا على المنتخب وصعبه جدا على اللعيبه. مهم جدا محمد صلاح كقائد وكنجم عالمي بعض المواقف بتحتاج ان انت اللي تاخد القرار بدون اي اعتبارات تانية، لان انت الوحيد اللي تقدر تقيم وانت الوحيد اللي تقدر تقدر الموقف، وخاصه ان انت بتتعامل مع جماهير الشعب المصري. مفيش حد غيرك هيقدر ياخد موقف زي ده. طبعا هيكون له مردود ايجابي عند جماهير الشعب المصري كله. عندنا الجيل اللي لعب مع برادلي خسروا 6-1 من غانا ووقفوا في الملعب، ولكن لو هنتكلم هجوم الجماهير على المنتخب سواء في المباراه الاولى او في المباراه الثانيه والتودان لهم فيه على وسائل الاعلام وعلى اتحاد الكوره. ويمكن ده يخلينا نتكلم في رساله ثانيه اتحاد الكوره والكابتن حازم امام. بعد رحيل كيروش الراجل كان معترض على ان كيروش وبنجوميته وبالانجاز اللي حققه مع الفريق المصري في 6 شهور، وانه يوصل لنهائي بطوله افريقيا، وانه يقدر يجمع اللعيبه ويلعب اكتر من نص الفريق تقريبا. كانوا اول مره يلعبوا مع بعض بطوله افريقيا. قدر ان هو يحقق انجاز كبير وكان متحفظ على فكره رحيل كيروش. انت النهارده عارف امكانيات روي فيتوريا وكلنا عارفين السي في بتاعه، مدير فني من المديرين الفنيين المتميزين. مهم جدا كابتن حازم امام كان يبقى له دور في وسائل الاعلام، وهو اللي يطلع يدافع عن المنتخب وهو اللي يطلع يتكلم. مهم جدا ان انت تحمي لعيبتك، مش دور محمد صلاح ان هو اللي يتكلم امام وسائل الاعلام. فدي نقطه تحفظ كبيره جدا الحقيقه على اتحاد الكوره وايضا على كابتن حازم امام بالاخص، لانه الحقيقه كان منتظر من الكابتن حازم امام بنجوميته وبشعبيته وباحترامه وبمكانته عند كل جماهير الكره المصريه ان هو كان يطلع ويتكلم ويدافع عن المنتخب، وخاصه ان كان فيه هجوم من بعض وسائل الاعلام الحقيقه على المنتخب المصري في فتره ما ينفعش ان احنا نهاجم فيها المنتخب المصري. حتى لو شايفين اخطاء ممكن ان احنا ننصح وننتقد، ولكن بطريقه تكون محترمه ما تهزش الفريق. ولكن الحقيقه كان هجوم شرس من بعض وسائل الاعلام على الفريق المصري. فدي ايضا علامه استفهام كبيره جدا بالنسبه لاتحاد الكره، وخاصه ان اتحاد الكره يسأل طالما انت عايز تظهر من اول مباراه باداء متميز، كان مهم جدا ان انت تعمل معسكر محترم وتعمل اكتر من مباراه وديه ويكونوا امام مستويات متميزه جدا، بحيث ان انت تدخل بطوله افريقيا من اول مباراه انت دايس في الملعب ولاعيبتك كلها فيها انسجام وخلاص عرفت اخطائك ونقاط قوتك. لكن النهارده انا على الرغم من التحديات اللي قابلت فيتوريا، ولكن انا شايف ان الدور الاول النتيجه ايجابيه والاداء بيتحسن مباراه للثانيه، وخاصه ان احنا عندنا اقوى هجوم في البطوله واتكلمنا في النقطه دي في حلقات قبل كده. فيتوريا هو اللي يقدر يشوف ان اللاعب لو موفق في الملعب او مش موفق انه
يخرجوا. لكن فكره ان احنا نهاجم فرد بعينه ده طبعا كان تعامل سيء مع المنتخب ومع نجم كبير جدا بحجم محمد صلاح. يعني واضح ان احنا ما عندناش ثقافه التعامل مع نجم كبير جدا ونجم عالمي. محمد صلاح نجم عالمي ولكن لازم يكون جزء من المنظومه. لكن فكره ان احنا بنسيب وسائل الاعلام هي اللي تحمله ان هو يكون المنظومه كلها وهو منتخب مصر، لا، محمد صلاح مش هو منتخب مصر لوحده. بنتكلم في جهاز فني، بنتكلم في اتحاد كوره، بنتكلم في لعيبه كوره، كله فريق متكامل. كون ان محمد صلاح العنصر الاقوى لمنظومه الملعب، ولكن لا، لما بنتكلم على العمل المؤسسي بالنسبه للمسؤول عن المنتخب المصري كل واحد بيبقى له دوره. رساله برضو للكابتن محمد صلاح، ليونيل ميسي تهاجم كتير، مفيش ادنى مشكله، حتى لو جماهير الشعب المصري كلها بتنتقدك في ادائك مفيش ادنى مشكله، طالما انت بتلعب وبتعمل اللي عليك وتأدي لغايه اخر لحظه. حتى ولو طبيعي جدا ان هيبقى فيه المؤيد وهيبقى فيه المعارض، ولكن ما ينفعش ان محمد صلاح ياخد موقف مش بقدر نجوميته، حتى ولو كل اللي حواليك بتصرفوا بشكل خاطئ. ولكن مهم جدا ان محمد صلاح يكون قراره ما يكونش متردد. وخلاص طالما انت قررت ان انت تسافر قبل مباراه الراس الاخضر تسافر، عايز تنتظر لمباراه بعد مباراه الراس الاخضر تنتظر، مفيش ادنى مشكله، ولكن لازم يكون موقفك واضح وما ينفعش ان يكون في تردد الحقيقه مهما كان الهجوم. وحتى لو خسرنا مفيش ادنى مشكله، كل لاعيبه كره القدم اتعرضت لهزايم كبيره جدا وده وارد وطبيعي وما يقللش من نجوميه محمد صلاح، بل بالعكس، كون انك بتلعب من اول دقيقه لاخر دقيقه مهما كان التحدي ومهما كانت الهزيمه يدي لاي شخص منصف في كره القدم يديك كل الاحترام وكل التقدير. لكن في النهايه انا بقول رساله لمحمد صلاح، لسه عندك الوقت ولسه عندك القدره ان انت تصالح جماهيرك، او اصابته يعني تعافى بسرعه ان هو يرجع في اقرب وقت للمنتخب حتى لو من دور الثمانيه او من دور قبل النهائي. ولكن اعتقد في اللحظه دي كل الجماهير المصريه هترحب بيك بغض النظر عن هجوم وسائل الاعلام، وخاصه ان انت عندك الوقت وعندك فرص كتير جدا ان انت تقدر توصل رساله جيده لكل جماهير الشعب المصري وكل الناس اللي بتحبك. لكن في النهايه زي ما اتفقنا كل الاحترام وكل التقدير لمحمد صلاح، ولكن حتى ولو ننتقد بكل ادب وبكل احترام. تعالوا بقى مع بعض نتكلم عن مباراه منتخب مصر والكونغو الديمقراطيه اللي طبعا كل جماهير الشعب المصري بتستناها. مباراه مهمه جدا جدا ومصيريه، ومهم جدا تتابعوني في الكلام لانه الحقيقه في منتهى الخطوره. المباراه دي مهمه بالنسبه لفيتوريا ومهمه بالنسبه لجماهير الشعب المصري، لان الحقيقه خلاص احنا في مرحله مصيريه. احنا بنتكلم عن مهم جدا النهارده ان احنا نوصل لمرحله النضج الى حد ما على الاقل، يعني لازم تطلع بمستوى 80% مقنع للشعب المصري، ما نقلش عن 80%. طبعا كل جماهير الشعب المصري بتقول ان مباراه الكونغو الديمقراطيه هيكون سهله، فهل فعلا هتكون سهله؟ طبعا زي ما اتفقنا قبل كده ان في كل شله حزلقوم هو اللي هتلاقيه بيقول لك ان المباراه هتكون سهله. طب تشرب حاجه؟ لو امكن يعني كب كيك. ايه؟ كب كيك. هتلاقي حزلقوم في كل شله بيقول لك منتخب مصر هيخسر من الكونغو سكور. طبعا ده طبيعي جدا ان بعض وجهات النظر تكون بالشكل ده، وخاصه لان المنتخب المصري زي ما اتفقنا ان اداؤه كان تصاعدي في دوري المجموعات، نتيجه ان حصلتنا من النقاط يعني ما كانتش مرضيه بالنسبه لكل جماهير الشعب المصري وايضا بالنسبه للاداء. السؤال الطبيعي جدا اللي كلنا هنساله، هل فعلا زي ما حزلقوم بتاع كل شله بيقول لك ان المباراه الكونغو سهله ومنتخب مصر المفروض يكسب الكونغو سكور وان ما عندناش حجه؟ طب هل هو فعلا الكلام ده صح؟ طبعا لو جنبك واحد حزلقوم برضه بنقول مره ثانيه اديله على دماغه وسكته او اديله واحد كاب كيكس. تعالوا بقى مع بعض نتكلم عن مباراه مصر والكونغو، ولكن قبل ما نحلل المباراه وقبل ما نتكلم في بعض اللقطات التحليليه المهمه جدا، ان احنا في بعض الاحصائيات مهم جدا جدا ان حضراتكم تتابعوني فيها. تعالى نتكلم على منتخب الكونغو، هل هو فعلا هيكون منافس سهل ولا لا؟ المباراه هتكون شرسه وقويه جدا. انا توقعي ان المباراه هتكون شرسه وقويه جدا ما بين المنتخب المصري وما بين منتخب الكونغو. منتخب الكونغو في تصفيات افريقيا المؤهله انتصر في 5 مباريات وخسر مباراه واحده. طبعا الكونغو في كاس الافريقيه يمكن استقبلت هدفين واحرزت هدفين، ما فازتش باي مباراه زي المنتخب المصري 3 تعادلات. اخر 6 مباريات في التصفيات المؤهله منتخب الكونغو احرز 14 هدف واستقبل هدف وحيد. يعني لو هنقارن المنتخب الكونغولي بالمنتخب المصري، المنتخب المصري استقبل 6 اهداف في بطوله افريقيا واحرز 6 اهداف، واحرز في التصفيات المؤهله 17 هدف واستقبل هدف وحيد. ولكن لو هنتكلم على بطوله افريقيا وايضا التصفيات المؤهله، طبعا هيبقى واضح لنا كلنا ان دفاع المنتخب المصري للاسف سيء جدا. اللي احنا اتكلمنا عليه من البدايه ان احنا قلنا ان احنا عندنا مشكله في اللاعب رقم 6 في منطقه وسط الملعب، وايضا بطء الاثنين المدافعين سواء احمد حجازي ومحمد عبد المنعم اللي كنا منتظرينه ان هو اللي يظهر بالشكل المتفوق، ولكن الحقيقه يعني كان اداؤه متواضع او متوسط بالنسبه للثلاث مباريات في الدور الاول. طبعا في مفاجاه كبيره جدا اعتقد لكل المتابعين، يمكن في كتير من المتابعين هيعرفوا المعلومه دي لاول مره، ان المدير الفني للمنتخب الكونغولي كلنا عارفينه ويمكن درب فريق مصري. اعتقد كلنا دلوقتي كلنا عايزين نعرفه هو مين المدير الفني ده. طيب هو درب الاول في نادي بيراميدز وايضا درب نادي الوداد المغربي، اعتقد كده كلنا شويه ابتدينا نعرفه. هو المدير الفني سبيستيان دي سابر.
طبعا من المديرين الفنيين المتميزين جدا اللي بيتوقع ان المباراه هتكون سهله، لا المباراه هتكون صعبه جدا. منتخب الكونغو عنده عناصر محترفه وعنده عناصر متميزه جدا، بيتميز بالقوه الجسمانيه وبيتميز بالسرعات، عنده مدير فني عقليته من العقليات المتميزه جدا، وهنشوف مباراه خططيه بالدرجه الاولى. اللي هينتصر في المباراه دي هو المدير الفني، هو اللي هيكون نجم المباراه سواء ديسور او فيتوريا. مين اللي هيكون افضل؟ هو ده اللي احنا هنشوفه مع بعض في الملعب، ويمكن من خلال تحليلنا المباراه هنقول ازاي نتفوق على فريق الكونغو مع بعض دلوقتي. ولكن المباراه هتكون شرسه وهتكون قويه جدا جدا على عكس المتوقع. لو هنتكلم على منتخب الكونغو بيلعب بثلاث اساليب لعب، ولكن غالبا بيبقى اسلوبه الاساسي اللي هو 4-2-1-3، ولكن ديسومبل من المديرين المتميزين وبيقدر انه يتنوع خططيا وبيلعب 4-4-2، وايضا بيلعب في اللحظات الهجوميه 4-1-4-1. فده مدير فني مرن جدا خططيا، والمديرين الفنيين اللي بتكون بالشخصيه دي وبتكون بالنوعيه دي، وخاصه ان هو كمان يعني شخصيته هاديه جدا في المباراه، ما بيوترش لعيبته، ما بيعملش عليهم ضغط. اعتقد المباراه امام المديرين الفنيين اللي زي ده بتكون صعبه جدا، لانه من المديرين الفنيين المتميزين جدا جدا. تعالوا بقى مع بعض كده نشوف ازاي منتخب مصر هيقدر النهارده ان هو ينتصر على منتخب الكونغو، وايه هي نقاط القوه ونقاط الضعف بالنسبه للمنتخب الكونغولي، وازاي هنقدر نخلي مواطن الضعف اللي عندنا تبقى مواطن قوه، ومواطن القوه اللي عندهم تبقى مواطن ضعف لينا. ده اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي مع بعض. تعالوا كده في اول صوره، وهنا واضح كده ان هو بيلعب بطريقه 4-3-3 زي ما حضراتكم شايفين. طبعا منتخب الكونغو عنده نقطه ضعف اللي هو الظهير الايسر، الظهير الايسر، ويمكن منتخب المغرب كان بيلعب على النقطه دي بشكل كبير جدا، ويمكن حكيمي كان عامل خطوره بالنسبه لمباراه المغرب ومنتخب الكونغو وكانت واضحه تماما. فالحقيقه اللي هيلعب في مركز الظهير الايمن بالنسبه لمنتخب مصر هيكون عليه دور كبير جدا، ويمكن ده يخلينا نقول الاول يا ترى ايه هو التشكيل الانسب بالنسبه للمنتخب المصري، وهقول لحضراتكم ليه دلوقتي. انا الحقيقه بميل لعمر كمال عبد الواحد ظهير ايمن، ولكن هو ممكن يلعب محمد هاني، اعتقد الفرق مش كبير، ولكن مهم جدا محمد هاني هيكون عليه دور كبير جدا، الخطوره تكون من ناحيته. طبعا في خط الدفاع محمد عبد المنعم واحمد حجازي، ممكن لو عمل تغيير هيكون ياسر ابراهيم، ولكن اعتقد بالنسبه لشخصيه فيتوريا وبالنسبه للثلاث مباريات الاولى صعب جدا انه يغير في خط الدفاع. الظهير الايسر طبعا هيكون محمد حمدي، هقول لحضراتكم ليه محمد حمدي دلوقتي وهنتابع ده مع بعض، لان الناحيه اليمين عندهم خطيره جدا. هنلعب بثلاث لعيبه في وسط الملعب، محمد النني لو امام عاشور مصاب، معانا مروان عطيه، وايضا اللاعب حمدي فتحي. طبعا هنلعب في خط الهجوم، مهم جدا نلعب بتريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد، لازم يكون عندنا سرعات في الثلث الاخير، وهقول لحضراتكم ليه. ده سيناريو اول نقدر نحقق بالانتصار. طيب ايه السيناريو الثاني؟ احنا نلعب بطريقه 4-4-2 وهنلعب باثنين سرعات في الثلث الاخير، واعتقد ان هو صعب طبعا بالنسبه للعقليه، بالنسبه لطريقه تفكير فيتوريا انه يلعب بالطريقه دي، تريزيجيه وعمر مرموش في الثلث الامامي، وطبعا مصطفى محمد ما يلعبش، لكن دي طبعا هتكون مستبعده لان مش ده هو تفكير فيتوريا. ولكن خلينا نتكلم بشكل واقعي، التشكيل الاول اللي احنا قلناه هو ده اللي هيكون اقرب بالنسبه لعقليه فيتوريا، واعتقد هو ده التشكيل اللي نقدر نحقق من خلاله انتصار. الصوره الاولى هنا هنلاقي ان منتخب المغرب بيهاجم من الناحيه اليمين، وهي دي نقطه ضعف المنتخب الكونغولي، وهي دي اللي احنا لازم نشتغل عليها. ومهم جدا يكون عندنا كثافه عدديه في منطقه وسط الملعب، ويكون ادائنا متحفظ الى حد ما، لان الحقيقه عندهم التحول سريع جدا بالنسبه للهجمات المرتده، او لما بيبتدوا ان هم يضغطوا وياخدوا الكره في منطقه وسط الملعب، ويمكن ده هنشوفه دلوقتي في الصوره دي مع بعض. هنا بيلعب على الكره الطوليه في خط الدفاع، وزي ما حضراتكم شايفين هنا الدفاع المغربي كله على خط واحد. فالنهارده لو منتخب مصر مع بطء المدافعين لو ما عملناش الخط الواحد ده بشكل جيد جدا بحيث ان احنا نوقع اللعيبه في الاوفسايد، او نلعب بخط دفاع عميق ان اللعيبه كلها ترجع للخطوط الخلفيه بحيث ان ما يحصلش اي اخطاء. مهم جدا اللي هيأمننا في المباراه دي ان ما يكونش فيه اخطاء دفاعيه، هي دي الحاله الوحيده اللي منتخب مصر هيقدر يحقق من خلالها الانتصار. الخط الهجومي احنا عندنا اقوى هجوم في البطوله، ولكن مهم جدا 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 خط الدفاع هو اللي هيتحمل مسؤوليه الانتصار او الهزيمه في المباراه دي، وخاصه ان منتخب الكونغو بيهاجم من الناحيه اليمين، ويمكن عنده ثلاث عناصر لاعيبه متميزه جدا وكلكم هتشوفوهم، خاصه اللاعب سيدريك باكومبو راس الحربه، واللاعب بونجوندا والجناح، واللاعب ويسا لاعب فريق نادي برونتفورد الانجليزي، ويمكن ده من اللاعيبه المتميزه جدا، وهو ده اللي يعتبر هو اللي بيقوم بالدور الكبير جدا في منتخب الكونغو. وايضا اللاعب كاكوتا ايضا من اللاعيبه السريعه ولاعيبه متميزه ولاعيب جسمانه قوي. فالنهارده مهم جدا ان يكون عندك ثبات في منطقه وسط الملعب، مهم جدا ان خط دفاعك ما يكونش فيه اخطاء ويكون فيه تنظيم وتمركز بشكل جيد جدا. على بقى هنا لما منتخب الكونغو بيمسك كوره وبيهاجم، تعال نشوف هنا منتخب المغرب ابتدى يرجع بخمس مدافعين في الخطوط الخلفيه، تعال نشوف هنا منتخب الكونغو، يعني شايفين طبعا هنا بقى الاخطاء اللي احنا بنتكلم فيها، هنلاقي هنا في لاعب ابيض اهو من منتخب الكونغو. طبعا الاخطاء البسيطه دي هي اللي هتفرق، وخاصه ان هم بيلعبوا على الناحيه اليمين زي ما قلت لحضراتكم، فلاعب زي ده لما يهرب بالشكل ده من الناحيه اليمين لا يبقى هنا فيه خطوره وهنا فيه مشكله، يبقى مهم جدا ان احنا نتمركز بشكل جيد جدا لحظات لما بيتهاجم علينا. ده برده هنا نشوف هنا من خطا دفاع في منطقه وسط الملعب في التحضير، الحقيقه اللاعيبه عملت تحول هجومي سريع وعندهم سرعات في الثلث الاخير. هل انت جاهز ان انت عندك لاعيبه مدافعين عندهم سرعات يقدروا ان انت لو اخطات
تحصل التغطيه السريعه طبعا صعب جدا. على برضه هنا نشوف الصوره دي هنلاقي ان منتخب المغرب بيهاجم الناحيه اليمين، ايضا زايد ب5 لعيبه. الزياده العدديه مهمه جدا ان هم بيدافعوا في الحاله الدفاعيه زي ما حضراتكم شايفين، بيدافعوا بعدد كبير جدا من اللعيبه. لقطه ثانيه هنلاقي هنا برضه الارتداد سريع من المنتخب المغربي، والناحيه اليمين فيها 2 لعيبه زي ما حضراتكم شايفين، الجناح مع الظهير الايمن حكيمي. على برضه هنا نشوف في اللقطه دي هنلاقي هنا ان منتخب الكونغو بيهاجم من الناحيه اليمين اللي احنا قلنا عليها ان دي نقطه القوه عندهم. فلو احنا قفلنا نقطه القوه بتاعتهم اللي هي الناحيه اليمين وقدرنا ان احنا ندافع بشكل كويس جدا، يبقى احنا قلبنا نقطه القوه اللي عندهم تبقى نقطه ضعف بالنسبه لنا. تعالى برضو هنا اللقطه دي في مباراه زامبيا، تعالى هنا هنلاقي برضو هنا بيهاجموا من الناحيه اليمين، وايضا هنا كان طبعا زامبيا في نص الملعب كان في حاله خلخله، فبالتالي اللاعب دخل في منطقه وسط الملعب وابتدى يصوب من الخارج. عندهم لعيبه بتصوب بشكل جيد جدا. لا برضو هنا في منطقه وسط الملعب هنا اللاعب ويسا بيحضر وبيلعب كره بينيه. هنا بقى اللحظه دي برضو في الصوره دي في مباراه تنزانيا مهم جدا يكون عندك دفاع سريع، عشان كده بنقول التمركز مهم جدا، ومهم ان بالشكل ده لو سورو باص اتلعب بالشكل ده وعندنا حجازه وعبد المنعم بالاداء اللي احنا شفناه هتكون في خطوره كبيره جدا على المنتخب المصري. على برضو هنا في الصوره دي نشوف هنا في مباراه تنزانيا، شوف التحول الهجومي بالنسبه لمنتخب الكونغو. هتلاقي ان المنتخب الكونغولي حتى وهو مضغوط عليه لا اللعيبه مقربه من المسافات ما بينهم وما بين بعضها، وبيقدروا ان هم يعملوا التحول الهجومي بشكل جيد جدا. وايضا شايفين هنا لاعب من منطقه وسط الملعب الثالث من فوق هتلاقيه بيجري وهياخد المساحه من الخطوط الخلفيه لمنتخب تنزانيا. تعالى برضو في اللقطه دي هتعرض لنا بشكل اوضح، هنلاقي هنا الناحيه اليمين برضو ابتدوا ان هم يلعبوا من خلالها، فبالتالي ابتدت منتخب تنزانيا كله يقفل الناحيه اليمين. المساحه اللي فوق اللي في المربع الاخضر اللي حضراتكم شايفينها دي هنا لعيب هيطلع من الناحيه الشمال بالنسبه للمنتخب الكونغولي. تعال نشوف هنا اللاعب التنزاني تمركزه عامل ازاي، داخل لجوه مش باصص وراه، في حين ان هو المفروض هنا لو لاعب مصر بقى احنا بنتكلم ده بالنسبه لمنتخب مصر لما نيجي نلعب مهم جدا ان انت تبقى واخد بالك ما تبقاش سرحان في الملعب، قوم انت قافل المنطقه اللي هي بالمربع الاخضر، اللاعب اللي بالازرق اللي عليه الدايره الزرقاء اللي حضراتكم شايفينه ده يقفل هو المربع الاخضر، لان لو جه لاعب من الخلف وخد المساحه دي هتبقى مشكله كبيره جدا. طبعا اللقطات اللي احنا عرضناها لحضراتكم دي كلها بتتكلم عن مواطن الضعف ومواطن القوه في منتخب الكونغو. طب احنا النهارده ايه مواطن القوه اللي عندنا كمنتخب مصر؟ احنا عندنا العنصر الهجومي ممتاز جدا، عندنا مهاجم زي مصطفى محمد، ما بشوفش ان في لاعب في افريقيا زي مصطفى محمد، قوه جسمانيه، اداؤه الدفاع لما بينزل منطقه وسط الملعب ولا اروع، لاعب قوي، لاعب هداف. النهارده لما بنتكلم على عمر مرموش، الاطراف احنا قلنا ان الاطراف عندهم مشكله كبيره جدا، منتخب الكونغولي والاختراق، وشفنا منتخب المغرب ومنتخب زامبيا. انت النهارده عندك تريزيجيه وعمر مرموش عنصر المهاره وعنصر السرعه، مصطفى فتحي لو لعب، كهربا ايضا، اللعيبه دي كلها هيكون لها دور كبير جدا. منطقه وسط الملعب هي اللي يكون عليها عامل كبير جدا، وهي دي اللي هتكون الحرب والمعركه الشرسه الاساسيه في المباراه. علشان كده مهم جدا ان احنا نلعب بثلاثه في نص الملعب في بدايه المباراه، ما يبقاش في اخطاء. اول ربع ساعه لازم نظهر بشكل هجومي جيد، عنده لعيبه متميزه جدا وبتتمركز بشكل جيد جدا، واثنين السنتر باكات او الاثنين المساكين بيعملوا مشاكل كتير جدا لو قدرنا نضغط عليهم. مهم جدا المنتخب المصري وهو بيضغط يكون عندك التفوق النوعي مش العددي، يعني بمعنى ان يكون عندك العناصر واللعيبه اللي تقدر تعمل لك الخطوره وتعمل لك الهجمات باقل عدد، ان انت محتاج زياده عدديه في منطقه وسط الملعب. يبقى النهارده لو تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد بس معايا من خط الهجوم وازيد بلاعب من نص الملعب او بلاعب باك او ظهير يبقى كده كفايه، لكن ما هاجمش بعدد كبير جدا من اللعيبه وافتح الخطوط، لان زي ما شفنا ويسا وشفنا اللاعب كاكوتا بيعملوا التحول الهجومي بشكل قوي جدا، وبيلعبوا على الكور الطوليه في خط الدفاع او بيلعبوا من الناحيه اليمين، فبالتالي بيكون في خطوره جدا للمنتخب الكونغولي. مهم جدا ان انت اللي تتحكم في ايقاع المباراه، عندك لعيب زي محمد النني وطبعا لعيب زي مروان عطيه متميز جدا، امام عاشور لو لعب هيكون له دور كبير جدا. النهارده احنا بنتكلم ان منتخب مصر عنده مفاتيح لعب، يعني لو هنتكلم على عنصر التصويب من الخارج وايضا صناعه اللعب، الحقيقه امام عاشور لعيب متميز جدا. لو هنتكلم على اللعيبه اللي بتحضر بشكل جيد جدا وبتلعب اللونج باص زي ما اتفقنا، محمد النني ومروان عطيه متميزين جدا. لو هنتكلم على عنصر المهاره من على الاطراف، تريزيجيه وكهربا ومصطفى فتحي وايضا اللاعب عمر مرموش ولا اروع، واعتقد ان عمر مرموش نجم صاعد جدا من بطوله افريقيا. عمر مرموش من افضل اللاعيبه الصاعده في الدوري الالماني، ولاعب بيأدي اداء رائع مع انتراخت فرانكفورت. منتظر يا عمر مرموش انك انت النهارده اللي هيكون انت نجم البطوله دي، وانت اللي هيكون عامل كبير جدا عليك انت ومصطفى محمد. مهم جدا المباراه دي نظهر فيها بالشكل الجيد، مهم جدا ان يكون في انسجام. خلاص عدينا اول 3 مباريات ننساهم ونفتح صفحه جديده. من ضمن الاسلحه ويمكن دي لاول مره في المنتخب المصري ان احنا عندنا الضربات الركنيه بنتميز بها بشكل جيد جدا. لو هنتكلم على عمر مرموش ومصطفى محمد، لعيبه متميزه جدا بالنسبه للضربات الثابته، ودي لاول مره يبقى عندنا العنصر ده في المنتخب المصري. فبالتالي انت عندك كل الادوات، عندك صناعه اللعب، عندك التصويب من الخارج، عندك الضربات الثابته، ولكن هي اللقطه اللي اتكلمنا فيها خط الدفاع وخط الوسط، قدرنا ان احنا نعالج النقطتين دول من خلال بعض الافكار الخططيه اللي احنا اتكلمنا فيها. هنظهر بالمستوى اللائق وبالشكل اللي يليق بمنتخب مصر، وهتبتدي كره المتعه والاثاره والجمال في افريقيا مع الفريق المصري، وكلنا هنشجع باستمتاع وهيكون ادائنا مقنع باذن الله. مهم جدا وانت بتشجع جنبك واحد حزلقوم، يا تديله واحد كب كيك يا تديله على دماغه، ما خدش الكب كيك اديله على دماغه على طول. خلاص ما فيش وقت ان احنا بقى نقعد نتريق على منتخبنا ونهاجم، كلنا نقف ورا منتخبنا. ان
شاء الله باذن الله هننتظر منهم الاداء اللي يمتعنا واللي يفرح كل جماهير الكره المصريه. عندنا لعيبه من افضل اللعيبه اللي موجودين في بطوله افريقيا الحقيقه، واللي ان شاء الله باذن الله عندهم القدره ان هم يقنعونا ويمتعونا بافضل المباريات وبافضل النتائج وبافضل الاهداف كمان في بطوله افريقيا. ولكن للاسف وصلت معاكم لنهايه حلقتنا، ولكن انتظرونا في حلقات متميزه، وزي طبعا ما اتعودتوا معانا التميز والمتعه والاثاره والجمال في ملعب السير. بشكركم جدا والى اللقاء.